السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي تكونوا كاملين بألف خير يا ربي والله يجازيكم بخير. واش ممكن لي جيم و التعاليق، الا كانت اي ملاحظة اكتبوها لي في التعاليق. الله يجازيكم بخير. المهم الموضوع اللي بغيت نهضر عليه دابا هو انني بغيت نوصي راسي انا الاولى ونوصيكم عمرنا نتشفاو في الظالم الى وقعت له شي حاجه خايبه. ممكن داك الحاجه الخايبه تكون وقعت له انتقاما من عند الله سبحانه وتعالى، وممكن تكون ابتلاء ليه، لان الابتلاء راه تيوقع لكل شيء. وممكن تكون رب ضرة نافعه، يعني تتفيقه. وممكن يكون هذاك الظالم تيدير شي حاجه مزيانه وربي بغى يغفر ليه الذنوب ديالو. ما تنساوش راه كاين اللي كيبان للناس خايب وهو راه تيدير شي حاجه مزيانه، وكاين اللي كيبان للناس مزيان وهو راه تيدير شي حاجه خايبه بزاف. يعني المظاهر ما عمرنا من هذا. وكل شيء كيغلط، ويقدر يكون مثلا داك الظلم اللي ظلمنا يكون ما قصدوش، او لا مثلا ظلمنا عن قصد وندم، او لا شي حد حرشوا علينا. هذه تتوقع بزاف. هذاك اللي كيكون في الواجهه راه غالبا تتلقاه ماشي هو سبب الظلم، تتلقاه دار الظلم، ولكن اللي دافعه راه مخبع في الكواليس. هذاك الكواليس هو اللي نخافوا منه. المهم الوصيه هي اننا عمرنا نتشفاو في الظالم، سواء من الاقارب او لا من الجيران او لا من الناس البعاد. المهم صافي وقعت ليه شي حاجه، لان ما تنساوش حتى حنايا اللي غنتشفاو فيه راه تيوقع لينا. يعني انا انطلاقا من نفسي مثلا هاد الايام وقعوا لي مسائل خايبه صعيبه. يعني ماشي اي واحد يصبر عليها. يعني شنو هادوك الناس اللي تيظلموني يقولوا انني يتشفاو فيا، يعني يقولوا انني راني محيت درت شي حاجه خايبه باش ربي تينتقم مني. يعني ان حياتنا كلها راه ما تقدرش تعرف شكون اللي ظالم بزاف وشكون اللي ظالم شويه وشكون. راه ممكن غير بالنميمه نكون انا ظلمت شي حد، هذه قليل اللي غيقولها. ممكن مثلا غير بالغيبه، مثلا شي حد مثلا يلا هو خوا من حدايا وانا هضرت فيه، هذاك راه ظلم. غير هو ظلم ماشي بحال، ولكن راه حتى هو راه ظلم. يعني ربي غينتقم مني، لان ما تنساوش كما تيقولوا الدنيا دواره. الدنيا دواره، كل شيء ربي كيعطيه ابتلاءات، كل شيء ربي كيصفي له. سعداتك هي اللي كيصفي لك ربي الحسابات في الدنيا قبل الاخره. هذاك راه سعداته كاع اللي ربي انت نقولوا انتقم منه ربي في الدنيا راه سعداته. لان الظالم الحقيقي راه ربي ما كينتقمش منه، كيخليه في الغفله، كيخليه حتى واحد النهار كيديه عنده بذنوبه كامله، بالكبائر اللي دار، بالظلم. حيت ما كاين ما صعب في الدنيا ما اكثر من ظلم العباد. كاين ظلم النفس ماشي بحال تظلم نفسك، ماشي بحال كتظلم العباد. ظلم العباد صعيب صعيب صعيب، يعني ربي يغفر اي حاجه الا ظلم العباد. مهم نتشفى. وشو اصلا التشفي شنو معنيته؟ ما لا حول ولا قوه الا بالله. ما تيجيني انا ما عنده حتى معنى، لان ممكن انا اللي غنتشفى في ديك اللحظه نخرج توقع لي شي حاجه الله يسترك اكثر من هذيك اللي وقعت لهذاك اللي ظلمني. يعني لا داعي للتشفي. والله يهدينا جميع. انا كي قلت لكم خافوا من الظالمين بالكواليس، ما تخافوش من اللي كيجيك وجه فصفص. الله يهدينا جميع على نفوسنا. هادشي اللي غنقول لكم، ولا للتشفي. والدنيا دواره وما كاينلاش ما عنده اصلا حتى شي معنى، ما عنده حتى شي معنى. الدنيا دي راه غير ضحكه على الجميع باش نجيكم نيشان. الدنيا غير ضحكه على الجميع. وربي اللي عارف واش هذاك انتقام او لا ابتلاء او لا شفاء او لا بنادم تيوقدو ربي قبل ما يفوت الفوت، او لا ما يمكن لكش تعرف. ما يمكنناش نعرفوا الحكمه الله في ديك الشيء اللي وقع اللي ظلمنا. يعني لا داعي للتشفي، لا داعي للتشفي، لا داعي للتشفي. والله يهدينا جميع على نفوسنا. هادشي اللي كاين. السلام عليكم.